موعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري. بس قبل أي حاجة، لو أنت مهتم بأخبار النادي الأهلي والدوري المصري اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. الأهلي بقيادة عماد النحاس بيستعد يواجه حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز. الأهلي داخل الماتش وهو في المركز العاشر ومعاه 9 نقط، جابهم من فوزين على فرق 4-1 وسيراميكا 1-0 و3 تعادلات مع مودرن سبورت وغزل المحلة وإنبي، خسارة وحيدة قدام بيراميدز 2-0. الفريق مسجل 7 أهداف واستقبل 5 أهداف وعايز يحقق الفوز الثاني على التوالي علشان يحسن ترتيبه ويدخل لقاء القمة مع الزمالك بمعنويات عالية. في الناحية الثانية حرس الحدود في المركز ال 13 ومعاه 8 نقاط فقط، وبيحاول يطلع بنتيجة إيجابية قدام الأهلي علشان يثبت مكانه في منتصف الجدول. الجديد إن محمد شكري الظهير الأيسر للنادي الأهلي احتمال كبير يرجع لقائمة الأهلي بعد ما تعافى من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، واللي خلته يغيب عن ماتشات كتير في الدوري. ماتش مهم جدا قبل القمة اللي هتكون مع الزمالك يوم الاثنين 29 سبتمبر ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري. اما عن موعد مباراة الاهلي وحرس الحدود فهي هتكون يوم الثلاث اللي جاي 23 سبتمبر الساعة 5 عصرا على استاد القاهرة الدولي. والنقل الحصري طبعا المباريات اون تايم سبورت، النقل الحصري للدوري المصري. كده وصلنا للنهاية. لو انت مهتم باخبار النادي الاهلي والدوري المصري اعمل اشتراك دلوقتي في القناة عشان يوصل ليك كل جديد. كان معكم حسن سعيد.